صنايع. مرحبا بكل السادة مشاهدي 8 صنايع ورمضان كريم. الليلة المهنة بتاعتنا مهنة قريبة شديد لكل زول وموجودة في أي شارع وفي أي حلة، اللي هي مهنة الطبلية. حنخش نشوف الحاصل شنو يا اخواننا، وتعالوا معانا وتابعونا. السلام عليكم، كيف الاخبار؟ تمام؟ اخبارك يا اخي؟ يديك العافيه. تمام؟ كيف؟ والله تمام الحمد لله. الله يخليك، الله يبارك فيك. اول حاجه نحن برنامج 8 صنايع ده بنحكي عن المهن، دايرين نوري الناس انه اي مهنه يعني عندها مشاكل وهي متعبه، ودايرين نوري الناس انه ما يستهونوا باي مهنه مهما كانت. فاول حاجه داير تعرف نفسك للمشاهدين، وده بعد ذاك ادردش معاك حبه كده. تمام. معاكم عبيد فضل المرجي محمد احمد عثمان من مدينه نيل الابيض، ولايه النيل الابيض، محليه الدويم. تحيه لكل ناس الدويم يا اخواننا، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. داير اسال يا العبيد، أيوة. اول حاجه الحياه بتجيبوها من وين؟ والحياه المتوفره شنو عندكم في المحل يعني او في الطبليه؟ يعني نحن الحياه المتوفره عندنا زي الرصيد والسجاير، دي حاجات بنجيبها من السوق. ايوه، سوق ام درمان. أيوة. والشيبسي والحاجات دي كيف؟ هل الناس على طلب؟ ايوه طلب كثير، في ناس بيجوا بيشتروا الشيبسي، بيشتروا بارد، بيشتروا كيك، بيشتروا اندومي، دي الحاجات اللي بيشتري. وشايف هنا في لعبات وعربات. ايوه فيها العاب، في زمن بيجوا الناس بأسرة يشيلوا العاب فرحوا الاولاد يعني. طيب يا العباد، ده انا اعرف الزباين بتاعينك اغلبهم شنو في السن؟ ناس كبار، ناس صغار، لا اللي بيتعاملوا معاك يعني؟ لا اللي بيتعاملوا معاك تلحق ناس الشباب. ايوه. الناس الكبار بيجوا لا ده ما بيجوا مرات كده ما طوال حياة. ايوه ده انا اعرف انك انت تعلمت الحكايه دي كيف؟ من البدايه تعلمتها كيف؟ الحياة دي تعلمناها نحن من اخواننا، سوقونا معاهم الشغل، نشوف شغلهم كيف، شويه نحن حبه عملنا لنا شغل. طيب انت اتعلمت حاب انك تتعلمها ولا يعني جاتك كده بس اتعلمتها؟ لا نحن حابين لما شفنا اخواننا بيشتغلوا، عشان كده حبينا انه نحن نشتغل زيهم، وعرفنا يعني كيف الشغل واشتغلنا زيهم الحمد لله، سوقينا ما شاء الله. يا سلام. طيب ده انا كنت عن انه العائد المادي من الموضوع ده يعني بجد ممكن يفتح لك بيت، ممكن تفتح منه، تعرس منه، تتزوج أيوة. منه، يمكن تفتح منه بيت، توكل منه اسرتك، يعني حاجه ماشيه. ايوه. وراس المال بيكون قاعد فين؟ لا قاعد في محله، ممكن تطلع ده من الارباح بس. ايوه من الارباح. ايوه. تتزوج منهم، تعيش اسرتك فوقها، كل الحاجات. بس انت طبعا اكيد ما متزوج. لا الحمد لله متزوج. والله؟ ثاني ان شاء الله. يا اخي ما شاء الله. والله والله ان شاء الله. والله خربتني. والله العباد انا ما قاعد اقول لا متزوج وطريقه ثانيه كمان. يا زول ما شاء الله ما شاء الله. والله قوي والله. وده كله من الكشك ده؟ كله من الكشك بفضل الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدك يا اخي ان شاء الله. وانا جايك الليله دايرك تعلمني. علمك. تعلمني ابيع الحاجات كيف تقول الناس عاره. داير نعمل سكتش خفيف كده في الجمهور اللي بيجي يشتري، ونشوف رد فعله شنو. وفي النهايه وفي البدايه برنامجنا دايرين نقول للناس انه ما في شغل يا اخواننا عيب، وما في شغل الزول يستحي منه. نعم. اي شغل ما دام حلال نحن نشتغله. صح. وباي عايد، في النهايه نحن شغالين وبنكسب بعرق جميلنا. 8 صنايع. 8 صنايع في الدنيا راس مالي، وانا زول بسيط ومتواضع وراضي بحالي. أنا الدوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة، وانا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. 8 صنايع. عز الشغل والزحمة والناس معاي منسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أجري. شنو حالك البيش ده يا اخي؟ اسمع كلامي طيب. والله ذو مشاكل. صلي على النبي. والله تذو مشاكل يا اخي انا ما صار مشاكل. صدقني والله ذا المشاكل. يا اخي نزل اصبعك. وحياة الله تدل. والله تذو مشاكل. يا اخي نزل اصبعك. وحياة الله. والله العظيم. نزل اصبعك. والله ذا المشاكل بس.
والله دار لك مشاكل انت والله. والله انت دار لك مشاكل. اديني يا اخي. دار شنو انت هسه؟ اديني قروش. طيب تعال نديك القروش هنا في الكاميرا دي يا اخي. السلام عليكم. الله يخليك. 5 جنيه 200. انا اقول لك اديني على 5. 200 ولا داير حاجه ثانيه؟ طيب جيب 200 ابو 2 جنيه. 2 جنيه هذا. يا حبيبي انا اديتك 5. يا زول انت اديتني 2 وهندي؟ يا اديتك 2 جنيه. وهندي 2 جنيه اديتني لحسه دي. اديتني 2 جنيه يا هندي. لا انا اديتك 2 جنيه اداني كم يا حمام؟ اديتك 2 جنيه. وهندي حديد صح؟ 2 جنيه. ما عندنا غير حديد ذاته. انا اديتك يا حبيبي انت اديتنا 2 جنيه وهندي وانا اديتك هنا ابو 2 جنيه. انت ما كمان تاخذ يا اخوان همام يا اخي نخلي الشغله دي ولا انا شنو؟ داير اقلك يعني همام يا دونوي. الشغله ده خليها انا كله يا اخي من الصباح ده جاي وده جاي يا اخي. اسمع كلامي عليك الله انا ما عندي لك زمان. اديني كريت ب5. لا لاحق الوزاره ولا السفاره ولا لاحق شنو انت؟ ما انك معي شغله يا سيدي. لا لاحق شنو السفاره ما مستعجل ولاحق شنو انت ماشي لاحق شنو؟ والله لاحق شنو انت؟ يا سيد عليك وقميصك شين ذاته قميصك شين بالمناسبه. قميصك شين قميصك شين والله. وديقنك والله وديقنك شين والله والله ديقنك شين والله قميصك شين وديقنك شين وما تعمل لنا فيها والله العظيم ممكن حسه والله انا بكرفسك عديل لو طلعت لك برا والله كرفسك عديل برا والله العظيم. دقيقة يا اخي انا والراجل الكاميرا الخفية يا كاميرا شنو حبيبي يا معاك يا اخي بالراجل الكاميرا عارف وديك نصور فيك بينات برضه كله الشكل الضرب ده كله حبيبي يا اخي كل سنه وانت طيب يا اخي. وممكن تحيي الناس كلها هناك وتقول لها رمضان كريم وبرنامج اسمه 8 صنايع. 8 صنايع. والله يا اخوانا اللي كنت مبسوط بالحلقه شديد واستمتعت شديد واكتشفت انه الناس دي برنامج الرصيد يا اخوانا. تهبيشه في اي حاجه الا الرصيد. يعني حس اي الناس دي اشتروا اي حاجه بس هبشته على اي زول هبشته في الرصيد عمل لي مشكله. فانا كنت مبسوط جدا جدا يا عبيد يعني بشغلي معاك الليله وبشكرك انه علمتني الصنعه دي واتاكد انه رمضان معك. لا ما في مشكله. اجي بالليل يا رمضان معي ما عندنا شغل. لا ما في شغل تقعد بس معانا. بس معاك جهز لي كرسيني هنا. تمام. اجي اظبط معاك الليله انا كيف لقيتني كيف؟ لا انا ما في كلام والله تمام كويس. والله تعلمت بس انا حبه حاجات كده يعني بس حاجه صغيره كده يا اطلع سلام. سنير. يا سلام يا اخوانا الليله وكان همام ده كان الصبي بتاعي يا اخوانا وكنت غنيت له اغنيه يا همام. شنو الاغنيه بتقول شنو؟ همام يا همام وين الليل وسافر الدمام وين الليل. يا سلام يا همام تسلم يا حبيبي يا لكل بايعين الطبالي ولكل الناس الكاده عشان لقمه العيش حنسمعها اغنيه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. 8 صنايع بتلومني واللوم عليك وانا روحي مفتونة بيك يا ظالم. بتلومني ليه بتلومني واللوم عليك وانا روحي مفتونة بيك يا ظالم. بتلومني ليه يا ظالم الحب شديد ولا لك في قلبي ريد يا ظالم. بتلومني ليه أنا الدوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة وأنا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. 8 صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي منسجمة. أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. 8 صنايع